السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور، وسنسلط الضوء اليوم على ما جاء في نص اعتذار اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي للشعب الجزائري بصفة عامة وللجمهور السطيفي بصورة خاصة. يوسف بلايلي يوجه رسالة اعتذار عبر الانستغرام: أنا يوسف بلايلي، ابن الجزائر الحبيب قلبا ودما، ابنكم وابن هذا الشعب. أهنئكم جميعا ببلوغ شهر رمضان المبارك، وبهذه المناسبة أعترف بأنني أخطأت مثل كل البشر يصيب ويخطئ، وأقدم اعتذاراتي لكل من أخطأت في حقهم، وخاصة في المباراة التي تسببت في عقوبتي. فلست أنا من يسيء لكرة القدم الجزائرية ولصورة بلدي، وأنا الذي لطالما رفعت الراية الوطنية عاليا في مختلف المحافل. أعتذر من كل من خاب ظنه في شخصي من جمهور ولاعبين ورسميين وصحفيين، وخاصة الأحرار والرجال من مدينة سطيف. وأما من أخطأ في حقي بشتم والدتي والتهجم على عائلتي في الملعب، فأقول لهم: سامحكم الله، نحن بشر مثلكم. صديقي ابن العمري غادر ملعب البليدة بالدموع مساء السبت. نحن أيضا نتأثر ولدينا عائلات وأمهات، فحتى نجم من طينة زين الدين زيدان فعل ما فعل بسبب الشرف في نهائي كأس العالم. لقد جاء الشهر الفضيل، وندائي لكل الجزائريين خلال هذه الأيام المباركة: لا تشتموا الأمهات، الأمة عزيزة ما تسبوهاش. وأختم كلامي بقوله: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. كان هذا نص اعتذار اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي للجمهور الجزائري والسطايفي. اترك لكم التعليق. كان معكم الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور. إلى اللقاء في موعد آخر.